السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وحلقة جديدة، والنهاردة عندنا بإذن الله هنبدأ أول حلقة من ال HTML. تمام. هنتعلم بإذن الله ال HTML جنب البايثون، بحيث إن احنا نبقى بنتعلم واحدة فرونت اند وواحدة باك اند بإذن الله. فال HTML طبعا هو الفرونت اند. فالنهاردة هنبدأ بإذن الله، وهدفنا من سلسلة ال HTML إن احنا نعمل موقع بإذن الله لنفسنا باسم القناة برضو. فبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ كده. فأول حاجة زي ما عملنا في البايثون لازم نعمل فايل بره ونسميه HTML بالشكل ده. HTML تمام كويس جدا. طيب بعد كده نيجي البرنامج عادي جدا نختار. لا ثواني ثواني عشان مش عايز افتح في الفايل بقى. مش عايز افتح في بايثون، انا عايز افتح فايل جديد خالص. الحل الوحيد ان احنا نسحب كده بسرعة edit folder to workspace. ماشي. فتحت انا فايل HTML زي ما انتم شايفين. طيب هعمل نيو فايل عادي جدا زي ما اتعلمنا في بايثون بقى عادي جدا. واول فايل بسم الله نبدأ نركز هنسميه index دوت. اهم حاجة ان احنا نكتب دوت HTML عشان يفهم ان احنا هنتعامل بلغة HTML. ده اول فايل. وتاني فايل جنب ال HTML لازم ستايل، نكتب ستايل فايل تاني اسمه ستايل دوت CSS. ال HTML هو الهيكل بتاع الموقع، اما ال CSS هو الديزاين بتاع الموقع. والمفروض ان في حاجة بإذن الله هندخلها في الكورس، بس الأول نتعلم أساسيات بس ونعمل الهيكل وكده. هيبقى الجافا سكريبت عشان الحركات في الموقع والكلام ده. لكن أهم حاجة في الموقع ال HTML وال CSS يعني يكفوا جدا بصراحة. لو عايز تدخل الجافا سكريبت مش مشكلة، ممكن ندخلهم في آخر السلسلة بإذن الله. فأهم حاجة إن أنا عملت style.css بالشكل دوت. فبسم الله هنيجي هنا هوت هنكتب علامة التعجب ديت في ال HTML ونضغط انتر. طبع لي الهيكل الأساسي بتاع الموقع بتاع ال HTML. ماشي. هنعمل بس هنضغط على السبليت اديتور عشان يفتح لنا ال HTML وال CSS. بس أنا عايز ال CSS الناحية دي. بس تمام كده. طيب كده بقى عندنا ال HTML الناحية دي وال CSS الناحية دي. طيب فبسم الله بسم الله أول حاجة هنعملها هو إن إحنا هنربط ال HTML بال CSS. طيب فإحنا هنيجي هنا هوت. ماشي. بس إحنا إيه، الميتا خليها مع الميتا. هنكتب بعد الميتا هنا هو بس. هنيجي هنا هوت ونعمل انتر بالشكل ده. في امر كبير بيربط ال HTML بال CSS، بس في اختصار اسهل ليه، وهو ان احنا نكتب لينك دوت CSS هيكتب لي الامر ده كله اللي انا المفروض اكتبه ده. شايفين لينك ريل ستايل شيت بالستايل CSS دوت CSS. المفروض ان انا اكتب ده كله، لا انا كتبت لينك نقطتين فوق بعض CSS ربط لي الموضوع. تمام. وكتب لي هو الامر. طيب المفروض برضو ان احنا هنستخدم فونت معين في الخط بتاع الموقع. فده هنعمله ازاي؟ هنحطه برضو في ال HTML عادي. اول حاجة هنروح لمكتبة خارجية. تمام. فهنروح كده ونجيب جوجل بالشكل دوت ونكتب عندنا هنا هو فونت اوسم CDN CDN JS بالشكل دوت. هيظهر لنا اول موقع. طيب ف هنختار الأول آخر إصدار موجود. ولو في بيتا مختارش البيتا، اختار آخر إصدار مش بيتا. ده لازم. تمام. فأنا اختار آخر إصدار اللي هو دوت. وبعد كده نيجي على أول رابط ونعمل كوبي URL من هنا هوت. وثم هنيجي عند نفس الخط دوت بس المفروض الأول إن أنا أخد ده، أو أنا ممكن أكتب برضو تاني مش مشكلة لينك دوت CSS عادي نفس السطر. بس هاجي عند ال href هيساوي اللينك اللي انا نسخته. تمام بالشكل ده. تمام جدا. طيب
وبعد كده عايزين اسم الموقع. اسم الموقع هيكون اسمه ايه؟ ده اهم حاجة، اهم حاجة اسم الموقع. فشايفين دوكيمنت ديت، انا هسميه على اسم قناة عادي جدا اللي هو لوب، سميه بالشكل ده، فيرس، بالشكل ده. تمام، لوب فيرس هسميه بالشكل دوت كده. تمام. فكده سمينا الموقع، باجي بعد تايتل بكتب الاسم اللي انا عايزه، وبعد كده بسيب تايتل ديت الناحية التانية. لا زي ما هي، لا لسه بقول زي ما هي، ثواني. طيب ظبطتها تاني، ظبطتها تاني. تمام. فكده نبقى خلصنا التظبيطات بتاعت ال HTML. تمام. تمام. طيب هنبدأ بقى نظبط ال CSS هنا اهوت. طيب عشان نظبط ونحط الأساسيات بتاعت ال CSS هنروح برضو لجوجل ونكتب، نستخدم فونت برضو اسمه بوبنز فونت. تمام. هتلاقوا الروابط دي كلها في الوصف بإذن الله، في أول موقع لو جوجلز فونت هو دوت. تمام. طيب فزي ما انتم شايفين ده الفونت بتاعي أو اللي احنا هنستخدمه يعني. فهضغط على جيت فونت، هضغط على جيت امبيد كود، وأهم حاجة هنا هو إن أنا اختار دوت امبورت، وبعدين هناخد الكود دوت كوبي كود بتاع ال HTML، ونروح نحطه بعد الهيد هنا هو بالشكل دوت. وبرضو نفس الكلام هنروح جايين هنا هوت عند ال CSS هنعمل له كوبي، ونروح عند الستايل دوت CSS هنا هوت ونعمل بالشكل ده. طيب هنا بقى هنروح مسحين هنا هوت، هنقول الويت بتاع الفونت وليكن، لا ثواني، وليكن هخليه 400. والان كواليفاير ديت هنخليها كاستم، هنمسحها كده ونخليها كاستم عشان الكود ما يقولناش ان في ايرور. كاستم بالشكل ده. طيب الكود كده تمام جدا 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 جدا. طيب وبعد كده هنيجي تحت ال CTRS هنكتب مارجن بالشكل دوت، ونحدد القيمة بتاعته بصفر. تمام. وبعديه بس نخلي دي ترجع سنة صغيرة كده هو، وبعدين هنحط فاصلة تانية، عايز الفاصلة ديت. وبعدين هنكتب البادنج، البادنج بالشكل دوت، وهنخلي القيمة بتاعتها بصفر برضو. يبقى كده مارجن وبادنج. وهنيجي بقى عند هنكتب بوكس، البوكس سايزنج، بوكس سايزنج بالشكل ده. البوكس سايزنج ايوه بقى لونه ازرق، يعني كده الكود تمام. اهم حاجة ان احنا متأكدين ان الكود تمام. وهنخليه بوردر بوكس، نخليه بوردر بوكس. طيب هنا بقى هنقف شويتين. عندنا بقى احنا ليه كتبنا هنا هو بوردر بوكس؟ ليه كتبنا بوردر بوكس؟ عشان الديفولت بتاع البوكس عموما بيكون كونتنت بوكس. طب يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني انا عندي دلوقتي البادنج والبوردر لازم يكونوا داخل الويتس بالشكل دوت. طيب او بمعنى اصح لازم الشايلد كونتينر يكون جوه البيرنت كونتينر. تمام. بحيث ان النص المكتوب يكون مكتوب في اطار البيرنت كونتينر نفسه، يعني ما يكونش النص خارج بره. لكن لو انا اخترت كونتنت هيبقى الشايلد بوكس هيكون بره او فوق البيرنت كونتينر. لكن انا عايز في الاخر الاليمنت اللي انا هكتبه يكون جوه البيرنت كونتينر زي ما انتم شايفين الصورة اللي قدامكم. فعشان كده انا عملت ان هو بوردر بوكس عشان الديفولت بتاعها بيكون كونتنت، واحنا مش عايزين الكونتنت عشان هيخرب لنا الدنيا. وبعد كده هنروح عاملين سطر كمان ونكتب سكرول، سكرول بعدين شرطة behavior، behavior. سكرول behavior دوت هيبقى سموث، بس لازم هنوت ماشي سموث بالشكل دوت. وبعد كده نختم بالشكل ده. يبقى انا بكتب الحاجة اللي انا هكتبها، وبعد كده بحط نقطتين، بعد كده بكتب النو، وبعد كده بكتب اللي هي الفاصلة اللي فوقها نقطة ديت عشان تكون الدنيا مظبوطة. وبس بعدين نعمل هنا اهو كنترول سيف، وهنا اهو لا ثواني ثواني،
طيب عشان ما يظهرش برضو ايرور معاكم قوي في الحتة دي هنا هوت، عشان فيجوال كود يعني بعض اللغات بتبقى حساسة للمسافات والفواصل وبتاع شويتين. الفونت فاريشن settings لازم ال SLNT والويتس وال CTRS يكونوا جنبها في نفس السطر، والأحسن إن احنا نحط إن هو الفاصلة عشان ما يحصلش مشكلة. تمام. وفي السطر اللي بعدها لازم ما يكونش فيه فاصلة بعد الفاصلة المنقوطة ديت. تمام، فيبقى بالشكل ده. فأهم حاجة إن احنا نعمل سيف، نعمل كده هو، نضغط في أي مكان فاضي نعمل كنترول اس، ونعمل هنا كنترول اس عشان نسيف الكلام ده كله. وبرضو ممكن نعمل سيف من هنا اهو. طيب فدلوقتي انا لو جيت فتحت ال HTML وفتحت الاندكس ده الموقع بتاعنا، بس طبعا احنا ما كتبناش فيه حاجة. بس اهم حاجة لوب فيرس مكتوب اهوت، لان انا لما جيت هنا اهوت في التايتل كتبت لوب فيرس. لسه هنظبط الهيد، لسه هنظبط البودي، لسه هنظبط بإذن الله، بس ده كان الأساس بتاعنا. فبس وصلنا لنهاية الفيديو. يعني لو ما حاسين ان في لخبطة، لان ال HTML يعني احنا في البايثون كانت الدنيا سهلة شويتين، لكن في ال HTML يعني انا حاسس ان الدنيا تكون داخلة في بعضها معاكم شويتين. فبرضو هنعمل زي البايثون، هيكون في ملخصات. الفيديو ده كله متلخص فيه صفحتين، الصفحتين دول هيتبعتوا في الوصف عشان لو في حد متلخبط في اي نقطة او بتاع يفهم اكتر. فبس هتلاقوا رابط قناة الواتس في الوصف، وروابط اللي استخدمناها سواء جوجل فونت أو غيره هتلاقوا برضه في الوصف. وبس أشوفكم فيديو جديد، سلام.